المسجدة، جزاهم الله عنا خير الجزاء. ندعو المشايخ الكرام إلى الصعود والجلوس على الكراسي. تفضل شيخ يزيد شيخ يوسف. الشيخ محمد حديث تفضل. الله يسعدك في البر والبصر خيرا. نسأل الله أن يشفي له وغيره وفي المستشفى وشغله هذا عن الوصول باكرا. نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه. آمين. تفضل يا شيخ. ختام هذه الدورة هذا الأسبوع العلمي مسكنا إليكم أيها الأحبة الكرام. جمعنا لكم بعض مشايخنا والبعض الآخر لم يوفق للحضور. جزاهم الله عنا خيرا جميعا وتقبل الله منهم. كما سيتم تكريم إمام هذا المسجد على استضافته الكريمة وترحابهم بنا في هذا المسجد المبارك. جعله الله دوما مفتاحا للخير مغلاقا للشر. وجزاه الله عنا خير الجزاء. أول من أعطي له الكلمة من مشايخنا الشيخ أبو سعيد بالعيد حفظه الله وجزاه الله عنا خير الجزاء. جاءنا من ولاية البريدة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على كل النعم. نشكر الله تعالى ونحمده على نعمة الإسلام وعلى نعمة السنة وعلى هذه النعمة أن جمعنا في بيت من بيوته لنستمع إلى ذكر الله ونتعاون على الخير ونتعلم العلم النافع من مشايخنا. فجزاهم الله خيرا ووفقهم لما يحبه ويرضاه. وأنصح إخواني خاصة الشباب أن يتطلعوا من العلم الشرعي وأن يتعلموا، لأن أمتنا تحتاج إلى العلم بالدين أكثر من العلوم الأخرى. يحكى أن المفكر الجزائري مالك بن نبي رحمه الله تعالى، مالك بن نبي رحمه الله، اجتمع مع بعض العرب ليتدارسوا مشكلة فلسطين. فكان المدرسون والخطباء يقومون في ذلك المؤتمر ويبينون أسباب هزيمة المسلمين وخروج فلسطين بأيديهم إلى آخره. فلما جاء ما كان وقت الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله قال لهم إن مشكلة المسلمين ليست فلسطين. فتعجب الناس، سكت قليلا، قال ليست مشكلة فلسطين. فقال لهم ما هي المشكلة؟
قال مشكلتهم الجهل بالدين. إذا أيها الإخوة، علينا أن نتعلم ديننا وأن نعرف كيف نطلب العلم. وهذه الدورات التي يقيمها إخوانهم الأئمة والأساتذة والمدرسون ما هو إلا حرص منهم جزاهم الله خيرا على بث العلم النافع وعلى الحث على العلم النافع. وهذه الدورات الصيفية ما هي إلا محفز لاستمرار طول السنة في طلب العلم النافع. لكن أيها الإخوة، علينا أن نتعلم الأدب كذلك. فقد كان سلفنا الصالح إذا جاءهم الشاب يريد أن يطلب العلم نظروا إليه في نقطتين: إن وجدوه ناسكا ولكن ليس متأدبا قالوا له اذهب تأدب ثم تعال اطلب العلم، يعني العلم الفروع والأصول. وإن وجدوه متأدبا غير ناسك غير متنسك يعني غير متعبد قالوا له اذهب تعبد، أي اطلب علم العبادات على السنة طبعا، ثم تعال اطلب العلم. إذن على طلاب العلم أن يطلبوا العلم النافع وأن تكون عندهم الأخلاق العالية المستمدة من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكونوا متمسكين. ومن أنفع ما يتعلمه الطالب قبل أن يتعلم العلم عليه أن يتعلم آداب طلب العلم. لماذا؟ لأن آداب طلب العلم تعلمك ما هي العلوم التي تقرأها وما هي العلوم التي لا يجوز قراءتها، ما هي العلوم التي تبدأ بها وما هي العلوم التي تؤخرها. إذا غضب منك شيخك ووبخك أمام التلاميذ ماذا تفعل؟ هل تذهب وتترك العلم؟ لا. إذا زاحمك أخوك على المجلس أمام الشيخ هل تقاطعه؟ إذا اختلف الشيخان اللذان أنت تدرس عندهما ماذا تفعل؟ إذا اختلفوا زوج من المشايخ لتقرأ عنهم كيف تفعل؟ هل تصير متحزبا إلى أحدهما كما يفعل اليوم كثير من الشباب؟ إذا اختلفوا اثنان من الدعاة يصير عندنا حزبان، ثم يختلف الثالث مع الداعيين يصير عندنا 3 أحزاب، وهكذا. كذلك في طلب العلم تعرف من هو الذي هو جدير بأن تطلب عنده العلم، كما قال بعض السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذا جاءك شخص وبدأ يلمز ويقدح في شيخك أنت لا تسارع إلى ترك شيخك، لأنك عندك القواعد، عندك قاعدة صحيحة، مش أي ريح تأخذك كما هو اليوم. الآن نرى بعض المشايخ يدرسون وينفعون الناس، تأتي كلمة من هنا الشيخ مجروح، الشيخ ما تسمعولوش فينفض الناس عنه. لماذا ينفضون؟ ما عندهمش الميزان مساعد، الريح اللي تجي تديهم. بينما لو عندك الميزان يتكلم من يتكلم، إذا لم يتكلم بحجة لا أسمع له. كذلك كلام الأقران كيف نفعل؟ قال العلماء: كلام الأقران يطوى ولا يروى، لأن الأقران في الغالب يتحاسدون. الإنسان ما يحبش يفوته، هذه طبيعة في الإنسان، إلا أن الإنسان التقي يدفع هذا الأمر، هذا الوسواس يدفعه. فكلام الأقران يروى ولا يروى. أما اليوم كلام الأقران يجلس مثلا عند شيخ وذلك الشيخ يكون عنده نوع من الحسد، يحسد أخاه الداعي الفلاني أو العالم الفلاني فيتكلم فيه، فشبابنا ما يخلوهاش تحفظ بعض الكلمة، يأخذوها مباشرة إلى الشيخ وينشرونها في العالمين. لا، العلماء يقولون هذا الكلام يدخل من أذن ويخرج من أذن، ما دام على الشيخ أنا أستفيد منه العلم النافع. ولكن مسكين عنده هذا العيب، هذا الشيخ عنده عيب، عنده أخطاء، عنده هذا العيب، هذا يلمز، يقول لك ما كنا نقرأ هذا الشيخ يراكم تروحوا تقرأوا عنده كان يلعب في البيت، ما كنا نقرأوا حنايا. فأنتم ما تديوش الكلمة هذه. هذا الشيخ نستفيد منه، هذا الشيخ نستفيد منه، والكلام هذا الجارح يدخل من أذن ويخرج
وين نتعلم هذا الأمر؟ نتعلم في آداب طلب العلم. لماذا نرى في الثانويات والجامعات والمتوسطات عدم احترام الأستاذ، الضحك من تصرفات الأستاذ، تقليد الأستاذ في كلماته بحركاته لكي يضحك التلميذ وأصحابه؟ لماذا؟ لأنهم لم يدرسوا آداب طلب العلم. كان بعض السلف قبل أن يذهب إلى الشيخ يتصدق بصدقة. شوف التقوى الله أكبر. يتصدق بصدقة يتوسل بها إلى الله ويقول اللهم إني أتوسل إليك بهذه الصدقة، اللهم استر عني عيب شيخي حتى لا أحرم علمه. أما اليوم هناك شباب يبحثون عن علوم الشيخ، وهناك مشايخ حسدة ينشرون معايب الشيخ حتى ينفض الناس عنه. وكما قال لي أحد المشايخ، قال لي في الماضي كان كلام الأقران إذا تكلم القرن. الأقران هما الشخصان المتعاصران المتقاربان في العلم والسن. في الغالب كل بيناتهم مناوشات إلا من رحم الله. قال لي هذا الشيخ هذا قال لي بكري كانوا الأقران يتكلموا في بعضهم على باش يبعد الناس عنه ويجيبهم ليه للفقه للدين. يعني الآن مثلا ابن تيمية رحمه الله كان يتكلموا فيه بعض القضاة وبعض العلماء في وقته باش يبعدوا عن ابن تيمية، ما يروحوش يتبرنا، يجوا عندهم عند الفقه المالكي، عند الفقه الشافعي، عند المتصوفة، يبقوا في الدين. أما اليوم راهم يهربوا الناس من الدعاة، ومن بعد يشوفوا هذاك الشاب انتكس ولا يلبس بيرفيضة ولا يدور مع البنات. إذن كلام أخطر. أين نتعلم الوقاية من مثل هذه الأمور؟ في كتب وعلم آداب طلب العلم. إذا أوصي إخواني، حتى إخواني الدعاة، قبل ما يبدأوا في مثلا حاب يدير دروس في جمعية أو دروس متتالية في مسجد، يبدأ بآداب طلب العلم. ويبدأ قبل آداب طلب العلم وش يبدأ؟ بحديث الرحمة. كان أول حديث يعلمه الأساتذة للتلاميذ حديث الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال هذا العلماء سموه حديث المسلسل بالأولية. يعني كان كل جيل يعلمه جعلاه، لأنه لما تطلب العلم الشرعي لازم تكون رحيم، ما تكونش منشار كهربائي، ما تكونش صاحب تعس الغلطات والفلتات تاع صاحبك كما يفعل بعض المشايخ اليوم. ما كانش شيخ اللي ما سلكش منه، ما كانش أستاذ مدرس ولو في أعالي الجبال بين قبيلة فيها 10 من البيوت إلا ويصلونه بالشر والشتم. كيف نقي أنفسنا من هذا؟ نقي أنفسنا بأن نطلب آداب طلب العلم. إذا أيها الإخوة، هذه الدورات ما هي إلا محفز، ما تكفيش، ولكنها محفز باش نطلب العلم طول السنة، ولكن على أسس سليمة وبطرق سليمة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والصواب حتى نطلب